انت الان ظاهره، انت الان حدث، فبالتالي سيرتك بتجي. بعدين حتى لو جات في لايف بتاع اخو والله عدو والله هنا يا شغنس، فلازم سيرتك. اخونا خالد، بس بارك الله فيك. انا البيت السعيد والله العظيم، انا صراحه مصدوم في كلامك ده لا لا، بجد ما والله تتصدق العظيم. فيني يا زول ولا تتصدق في كده اي كده زول. دقيقه، كده دقيقه الحق ده ما اول واحد دقيقه. انت اتهمتني به البيت السعيد، وانا. البيت السعيد دقيقه، البيت السعيد دقيقه. يا رجل، يا اخي انت اخر مره انا التقيت معك كده في لايف، انت شكرتني، قلت يا اخي يا شيخ اخي انس ده انا شغل كنت بطل. دقيقه شغلتك دقيقه دقيقه مع دقيقه يا اخي، دقيقه. اخر لايف قسما بالله العظيم وامود على سوء الخاتمه اذا انا كنت كاذب، اخر لايف انا تلاقيت معاك فيه، انت كنت بتمدح فيني وبتشكر فيني وانه انا هديتك للطريق الصحيح، وقلت بعظمه لسانك انه انا كنت بطلع معي مرتي في اللايف، واخوي انس ده ناصحني وانا وقفته وبطلته وجزاه الله خير. الكلام ده مش في اخر لايف انا بيني وبينك؟ ايوه صح، انا ما غلطتك في كلام زي ده، ما طيب غلطتك في كلام زي ده. طيب الستة مالك تجي تقول الزول ده انا داير اشاكيه وقال لي وما قال لي؟ شاكي وما حقي يا زول. انا لما يا اخي انت سامحتك، يا اخي انت يا اخي انا انت اخر لما مره انا بتشكر لما فيني. سامحتك. يا لا اخي لا انت ما شكرتك. شكرتني 600 انا الف لما مره يا البيت يا السعيد. زول انا البيت لما السعيد، سامحتك انت انت على فضحتني موقفي يا ده زول فضيحه يا دقيقه زول، فضحتني في دقيقه الدنيا دي دقيقه كلها دقيقه. يا زول. البيت انت السعيد، فضحتني يا زول والله في الدنيا دي العظيم، كلها. اسمع كلامي، اسمع يا كلامي. ابوي انا ده انا التقيت حقي بيك، وباخده اسمع منك. كلام، اسمع ما انا دقيقه. احتزاري ده كان لانك كنت يا بتنتمي اخي اسمع لقوات الشعب المسلح. يا اخي لكن انت بقيت دقيقه. فتنه، انت بقيت خصم يا اخي لقوات الشعب دقيقة، كده المسلحه. دقيقة يا البيت السعيد لا دقيقة. لا، ما ممكن يا جماعة الزول ده أنا انا آخر. لما يا أخي عافيتك يا دقيقة. زول، انا قايلك بتنتمي لقوات الشعب المسلحه، عافيتك لله، لانك والله قايلك جزء من قوات الشعب البيت المسلحه الب- دي. البيت السعيد يا أخي خليك زول لكن لما منطقي. تجي وخلاص كده دقيقة، كده خلينا من قوات الشعب المسلحة. أنت الآن قبل أسبوع يا تطلع معي في لايف وتطبل لي وتكسر لي تلي يا اخي طب وتقول بالله لنا يا الزول اخي، ده انت مين يا اخي؟ طب بالله يا اخي، يا أخي انت ما دقيقة. شايف البيت يا اخي السعيد شكلك طب بالله يا اخي. البيت السعيد دقيقة. تقول لهم الزول ده جزاه الله خير، ناصحني وقال لي ما ترفع معاك مرتك، وانا من اليوم ده بقيت ما برفع مرتي واخدت بنصيحته. الليله تجي تقول الزول ده يا اخي اساء لي وكلام بالشكل ده؟ انت زول والله قول بسم الله يا زول. هسه انا 200 نسيت ليك بعد اللقاء، اخر لقاء بيني وبينك 200 جيس سبيتك، 200 جيس شتمتك. يا اخي انا ما شيخ تعرضت لك بكلمه يا البيت السعيد، حتى الان جيتك هنا في لايفك قلت لي يا اخي انت انا ما شفتنا طالع مع بيبي، قلت لك حاجه بترجع عليك. ما انت يا شيخنا يا الصلاة اخي على يا اخي النبي مالك يا طلع. اخي دقيقة عليك الله يا عز الدين، يا البيت اخي طالما السعيد كلامك يا ده اخي مو دقيقة. منطقي يا عز بس الدين يا اخي. دقيقة. طيب انا داير اختصر لك الكلام ده كله. طالما انتم ما بتذكروا محاسن الناس وما بتتذكروا الناس اللي بتعمل الحاجة الكويسة، ما في زول بيتذكر لك شيء كويس يا شيخ انس. طالما انت بتنسى انه اخوك يا بيبي اخي ده ما كنت معاه انت، ما اسمع كنت معاه كلامي، بيبي اسمع ده، كلامي. ما كان اخوك طيب اسمع، وصاحبك واي شيء. طيب ليه؟ اسمع ليه كلامي يا يا اخي؟ البيت السعيد. اللي اسمع المنطق بيقول شنو؟ انت الان مختلف معي في موضوع بيبي، مفترض تناقشني في موضوع بيبي، ما تدخل لي الان مرتك وزوجتي وانت يا قلت اخي لي ده شو بدخل اي الشخصيه دي حاجه يا انت زول؟ اتهمت في حقوق الناس، ده ما حق يا شخصي. اخي انت ما يا اخي دخل يا زول اتهمتني. على ما في خيلك اركب، وانت زول مريض انا ولا شنو؟ بركب يا انت زول. شيخ نفسك انس، بتخوف منه؟ شيخ انت انس، انا مريض ولا اخوفك شنو؟ انت يا زول، والله يا شيخ اخوفك انس، لما بتخوف منه دقيقة يا عليك زول؟ الله انت يا زول البيت باطل السعيد. ولا شنو؟ علي بالطلاق يا شيخ انس، ان ما خليتك وحياة الله تآمن بالله أعلى اللي ما في خلقك تكتب خيلك على وجهك. اركبوا يا زول، وحياة دين أعلى ما في امي خيلك تركب. وي يا هسي انت ما تعرف عن شيخ طريق يا لايفك زول. الواقع كان فيه 40، دي يا اخي الدايره، شوف انت كلمه دي مشاهدات. اميتك انت هسه لايفك ده مشكلتك كلها ترند 450. انت اسمع، ترند يا انت زول. دي مشكلتك، انت ما جبت لي انت عايز هسي انت الترند، كلامك انت ده عايز ترند، دار تدخل عايز معاي في ترند. حوار عشان الترند. قد يا زول انت توب باطل ولا شنو يا زول؟ خرج عليك باطل المستحي يا يا اخي. باطل. دار تدافع عن بيبي عليك الله بمرتك. انا عايز بس دي، دار عايز تدافع دي عن بس، بيبي بعرضك عايز وبشرفك. دي، شيخ انس، عايز على دي بس. على اللي دار قال احترم تدافع عن وجودنا. بيبي بعرضك اثبت دقيقة عليه يا وبشرفك. عليك الله البيت سعادتك، ها السعيد. اثبت قال عليه جبت يا مرتي يا عليك اخي. الله سعادتك، اثبت دقيقة. عليه، اثبت عليه. وانا باطل دي اثبت عليه، اثبت دقيقة عليه، دقيقة. أول اثبت حاجة عليه. بس انت موجود يا شيخ طلحه؟ الزول ده اسالي ولا ما اسالي؟ بس انا عايز بس دي انساك من الماضي ده كله. انا داير اوريكم انه الزول ده مسيء ولا ما مسيء. ده شيخ، ده شيخ. انا بس عايز امسك له يا بيت النقطه دي السيد، بس يا شيخ طلحه. بس كتر خيركم يا وبارك الله بيت فيكم. السيد، بس يا بس بيت انا عايز السيد. دي بس.
بس يا انا عايز بيت حكي الصعيد، يا شيخ طلحه الان، يا وعايز بيت حكي الصعيد. يا جنابه، وعايز حكي زول ده ثاني قدامكم قال انا باطل. انا ما جاب لي ادله بانه انا راجل باطل. انتوا بتعرفوني انا زول خدمت في الجهاز ده. لما يعني انا طلعت من صلبي رجال يقول لي باطل، علي بالقسم انا ما اخذ حقي منك يا شيخ انس. إن ما امنت بالله اللي خلقك انا ابقى فعلا راجل باطل. يا بيت الصعيد، يا بيت الصعيد، تفضل يا شيخ طلحه. ما يا يا اخي بيت دقيقه الصعيد. بس، يا اخي دقيقه. قلنا يا اخونا، قلنا أس... دقيقه، بس قلنا دقيقه يا اسمعني بابا. دقيقة. تفضل يا جناب ابو خالد، تفضل يا شيخ طلحه. كويس. يا بيت السعيد، كيف الحال؟ ان شاء الله طيب يا اخي. احنا الله استمعنا يطيب والله خاطرك. لكلامك الان انت وانس، وسمعنا كلامك انت وانس ومداخلتك انت وانس. يعني انا ما اعرف اسيت اسمك. انا اسيت للزول ده، اسيت له، انا نبسته، اسيت له. بس انا داير اعرف اسيت له. انا عشان اوريك الحاجه دي ما قانون، انت داير تدين زول بالدين وبالقانون وقدام شهود. بس انا حسيت بس داير شهادتكم امام الله عز وجل واثبات الحق. الان ده القانون، ده الاجراء القانوني اللي انا بعرفه، ما الحاجه اللي انت بتتبالد فيها. ده القانون، والقانون ادله واثبات وبراهين. بس انا عايزك تثبت لي الحاله دي عشان انا اقدر اقدم البلاغ. والله شوف يا اخونا البيت السعيد، اول حاجه جزاك الله خير، بارك الله فيك. نحن انت وانس انا بعتبركم اخوان، لكن ما في مشكله. ما هو الكلمه دي كلمه باطل دي هو كلمه في النهايه ما استمعناها، تمام؟ وانت عندك كلام وهو عنده كلام، لكن انا ما اعرف انتوا ما قلتوا ده. انت جوشتوا الشغلانيه، لكن نزل الله تبارك وتعالى انه ربنا يعين وربنا يجعل الخير ان شاء الله باذن الله. الحق في الدين ده شرع الدين. انا داير اعرف الدين ده شنو يعني معنى ده؟ يا تدين بيقول لك انك تسيء للاخرين. يعني انا اديني حاجه زي دي. يعني انا داير اعرف، انا ما انت داير اعرف راي الدين. الاساءه دي شنو يعني مثلا؟ لا تعمل شنو؟ طيب نحن العيال ديل لما واحد قدام عياله يقولوا له باطل يا جنابه، يعني ديل انا جايبهم من وين؟ ديل انا جايبهم من وين؟ شوف يا بيت السعيد، المسألة دي أنا لما طلعت كنت داير أفصل بيناتكم، ما أخليكم تتكلموا في العام خالص. لكن واضح إنه النفوس فيها ما فيها. لكن كونه أنا مثلا يعني أنت سيرتك تجي في اللايف بتاعه أو سيرته تجي في لايفك، دي مسألة أنتوا ناس طارحين نفسكم شخصيات عام. هسه أنا ممكن يتضايق من زول يجيب سيرتي لأنه أنا ما بفتح منصات ولا زول يعني عندي متابعين قدركم او ظاهره او ترند. انتوا الاثنين ناس طالعين نفسكم في المساله العامه دي. الزول سيرته بتجي، ده كان كلامي انا. لكن واضح انه في النفوس شيء ما، فهو كونه يصفك بالوصف ده غلط. والله نحن الحق ده بيتقال اصلا، ما في شيء خلوه يتجاوز المسائل الشخصيه. خلافكم في العامه يبقى في العامه، لكن نشخصنا الامور وبيتك وعيالك واولادك ديل من العيب نحن كسودانيين ذاتنا نتكلم في مساله زي دي او نقول كلام زي ده. نحن بنعرفك راجل بتفتح بكاميرتك، شفناك كده. انا والله الفتره اللي انت بتفتح مع زول ولا مع واحد من البيت دي ذاته ما شفتك فيها، ولو شفتك كان نصحتك نفس نصحت الاخوان ديل. لكن كونه انا اجي اشخصن موضوعي معك عشان اقول كلام فارغ او كلمه خارجه او لا، ده ما عندنا كسودانيين، ما عندنا. وشيخ انس مفروض يراجع المساله دي معاك انت بالذات. مفروض اصلا ما يسيء لك في شخصك ولا يسيء لاي زول. الناس بيناتها بتحصل خلافات، بتصل مراحل بتاع القضاء عديل، ما بيسيوا اساءات شخصيه لبعض. فده كان مداخلتان. وانا لما طلعت والله ما دار المرحله اللي تصلوا، دار افصل بيناتكم. لكن واضح انه بيناتكم في اشكاليه صراحه، وربنا يعين ان شاء الله. الله جزاك الله خير. دار اقول لعمر التحيد قال لي يا طلحه قول الحق. ما هو قدامك يا عمر الزول ده البيت السعيد ده سالني قال لي كلام انا قبله قال لي باطل، انا ما قلت له قدامه باطل حتى انا اعمل ليش؟ الناس ما تكون رجال شويه وتكون ناس محضر بتاع خير يا اخي.
ما انس ده والبيت السعيد اشتبكوا قدامنا. اخونا بس معلش اعمل ميوت يعني. البيت السعيد علي يلا اعمل له ميوت. اعمل ميوت اعمل ميوت اعمل الا تعمل لك تكون ما جاب. انا برد لعمر التحدة. يا عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. انا لو خدت لي سيب بقول الحقيقه يا زول، انت ما بتعرفني انا كان كده. انس والبيت السعيد ده اشتبكوا قدامنا انا وجناب خالد ده قدامنا احنا قاعدين. في النهايه بيت السعيد قال لي شنو؟ قلت له قال لك باطل تاني شنو يعني؟ لو في شنو انا ما قلت له الحقيقه تاني اقول له شنو يعني؟ فالناس تكون ناس منصفه يا اخواننا، الناس تكون ناس منصفه وتكون ناس في نهايه المطاف عندها مروه وعندها رجاله. شوف الزول ده قال لي الكلمه دي انا حسبتنا له. انا شيخ طلحه والله انا عارفك انت ذو الحق وبتقول الحق. احتمال يكون المساله ما وصلت الناس بتهدر. احنا والله يعني انا ذاته بيحترمنا. انا ما عارف الليله اللي حصل عليه شنو ما حصل. قال قدامنا كلمه خارجه دي احنا بنعتبرها له غلطه وغلطه زله لسان صراحه. فحتى لو هو منفعل، حتى لو هو زعلان، حتى البيت السعيد لو هو ما واقف في صفه في اي قضيه ما كان قاعد يتكلم كلام بالذات نحن حضور ما بيتكلم كلام سوقي. بعدين انت شيخ عندك وضعك اصلا مفروض يعني انت تضبط المسألة اللفظية مع الناس، مش انت تجي تطلع منك يا شيخ انس. وصراحة انا والله بأسف بنزل من اللايف بمشي ليك محل انت قاعد. انا ما في النهاية ما بخليك اصله ما بخلي الخطأ ده ما بمرره ليك للمناصحة على اللي قالوا للخوة ولمواقفك ان احنا كنا يعني بنعرفها انك انت زول داعم للجيش وده اخوك داعم للجيش. فالغلط ده من شنو؟ الاشكاليه الاساسيه شنو بينكم في شنو عشان توصل لمرحله زي دي يا شيخ انس؟ وربنا يعني زي ما بنقول يا جماعه الزول اللي بيدعم كيان يتخلق باخلاقه، دي ما اخلاق القوات المسلحه. نحن في القوات المسلحه دي زول بيقول لفظ لاخوه يحسب عليه. فانتوا الاثنين طارحين نفسكم داعمين للقوات المسلحه. اول شيء الخصومه، الفجور في الخصومه ده يا شيخ طلحه ذاته عنده حكم صح والله انا ما اقدر افتي في الدين وانت قاعد يا شيخ طلحه. اتفضل. بقول لهم يا اخواننا احنا هو الانسان من حقه الان البيت السعيد من حقه تمام. لكن انا بقول شنو يا اخواننا؟ والله الذي لا اله غيره احنا بيناتنا لو احنا بيناتنا اي زول هو حق. انا الان بسبق لك الكلمه دي يا البيت السعيد وبعتذر لك نيابه عن انس. يا ابوي ما تعتذر لا زول انت يا شيخنا صلى على النبي ما تعتذر لا شيخ انس يا زول انت على راسنا من فوق وراجل ما شفنا منك يعتذر لك البيت السعيد الصح انه شيخ انس ذاته يعتذر لك ان شاء الله. ايوه احنا في النهايه دي كلمه حق بنقولها. انس ده والله يا اخواننا شوف مهما الان الناس شافونا احنا عندنا بعض الخلافات ولا بعض الكلام انا والله بكنا له كل الاحترام. هو قد يكون في نهايه المطاف في مسائل انا في مسائل بكنا له كل الاحترام وزول اخوي في العقيده ومنهجنا واحد وفهمنا واحد. لكن انا بعتذر لك نيابه عنه هو. لكن انا بقول شنو يا اخواننا احنا والله مشاكلنا الان بقت كبيره جدا اكبر من المشاكل. يعني بقت حاجات بسيطه احنا زي بنتقبض الحاجات كده احنا ما نتجاوزها. هسه انا والله لو في 100 نفر اساءوا لي انا غايته عن نفسي كده. يعني انت البيت السعيد انت ما حقك رايك انا ما بقدر الزمك. والله الانسان حقه اذا اراد العفو يعفو ان لم يريد العفو هو في نهايه المطاف مخير في حقه يعني. لكن انا بعتذر لك الان نيابه عن انس. يعني انس في النهايه زول اخوي وانس يا اخوان انا ممكن اختلف مع زول لكن يا شيخنا صليت على النبي انت رجل وطني صح ورجل حر ورجل متدين ورجل خلوق. الليله لما يجي زجاجيك واحد سافل واحد يعني لا مؤاخذه لا قيمه له، رجل ضلالي رجل لا دين له ولا اخلاق ولا قيمه، رجل مفسد. الشيخ الامين كذلك لما يجي واحد يعني نفس الشيء لما يزج بك واحد زي ده في الناس بتزعل ولا ما بتزعل؟ كذلك شيخ انس ما لاقوه النازل من شيخ انس من بامانه ربنا من اساءات كثيره جدا وانتهاك لاعراض كثير من البنات اللي موجودات في الميديا حقيقه ما واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. يعني انا بكلمك بصراحه كثير من الانتهاكات اللي لاقوها الناس بسبب شيخ انس داير يسيطر على انه هو القاضي وهو اللي بيقيم العدل.
انت ما تقيم العدل الا على اصلاح على شنو انت. ربنا عز وجل لما انزل الرسول صلى الله عليه وسلم ده جاء ليكمل مكارم الاخلاق، ما جاء ليسيء الناس بانك انت باطل وانت ما راجل وانت الديوس وانت اللي فيك وانت اللي فيك. هل يعقد ده دين؟ ده الدين كده؟ عشان بكره يعني احنا ممكن لو ده الدين كده في ناس كثيره ممكن بسبب الحاجات دي ممكن تخلي الدين ده. لو الدين كده وريني عقل لي الدين ده لو إساءة الآخرين دي تبقى مشكلة. والله شوف يا البيت السعيد، الآن الدين ما كده يعني، دين معروف وبأدلته، معروف بحيويته، معروف باختلافه، نختلف ونتفق، والحق هي صاحب حق ياخذ حقه. والله أنا حسب تقديري أنا غلطان في حقك في المسألة اللي قدامنا دي، بس يعني المسألة اللي قدامنا دي، أما الثاني بيناتكم من بعيدا والله ما معلش يا شيخ أنس، ده ضرب مثل بسيط بإنه أنت الليلة لما تيجي تتكلم في بيبي ده بتقول انتهك، أنت الآن ما انتهكت، ما هو نفسه فاقد الشيء لا يحتيه. فده ضرب مثل بإنك أنت يعني لا مؤاخذة أنا ضربت له مثل بسيط جدا، يعني أنت يعني إنسان فاقد الشيء لا يحتيه، فلا تجي تنتهك لك انسان وانت نفسك لا فاقد للاهليه بانك انت تقدر على الاقل تقيم العدل بين الناس، فانت بتنتهك حقوق الناس. فكيف انت جاي تدافع عن السيد البرهان وتقول دي يعني تتكلم عن بيبي وتسيء ليه وتقول هو بينتهك؟ اي انتهاك اللي انت بتتكلم عنه وانت اصلا يعني ما انت وبيبي الان في يعني فرقك شنو منه؟ الفرق شنو؟ على الاقل بيبي ما بيدعي انه شيخ، هو ما بيدعي انه شيخ ولا قال انا شيخ، يمكن دي طريقه اسلوبه، لكن انت شيخ كيف تبدر منك كلمات زي دي؟ يا البيت السعيد يا اخي ما تدونا فرصه معاكم يا اخي. تفضل يا اخي تفضل، الله يخليك. ادينا فرصه اخونا عز الدين. تفضل اخونا عز الدين ادينا فرصه. اول شيء شيخ طلحه الحمد لله على السلامه يا اخي شيخ طلحه. يا سلام يا اخي والله عبد العربي احترمت البنايه خدتها، بعدين احترمت مقطعك ذاته والله. ساندناك بمقطع سريع كده غايته. اي والله ما قصرت يا اخي، ما قصرت. كيف الحال؟ انا والله المعلومه دي عرفتها اليوم والله. او الا البيت السعيد ده برضه زعلان منه، هوش قاعد منه وزعلان منه ذاته ما سالني. يا اخي قال لي يا البيت السعيد زول صاحبي يا اخي مين ده يدوني ويدخلني حراسه انت ما والله عشان احنا ندي عشان نوري انا زعلان ذاته. يا البيت السعيد يا اخي اللمين ده حشرني جوا الحراسه. تحيه لك يا شيخ طلحه وتحيه لكل الشباب. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا شيخ طلحه، يا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والتحيه لاخواننا الناس المشتركه والناس الجيش التحت كلهم جزاهم الله خير، ونقول لهم احنا ثابتين في القضيه دي لقدام. وضع العربي معلش تفضل. ولا يهمك يا شيخ طلحه. تحيه لك البيت السعيد وتحيه لضيوفك الكرام على مستوى الكومنتات وعلى مستوى الجست. ربنا يرحم شهداء معركه الكرامه ونصر الله قوات شعبنا المسلحه وكل من يعاونها وكل من يساندها. في الحقيقه اختلافك مع شيخ انس ده كوم، لكن كونك تقول يا اخي انه شيخ انس ده ما ينتقد بيبي ده ما في زول ما انتقده في الميديا دي الا زول يكون مطبل له زي، الا زول يكون قطيع ماشي وراه يا البيت السعيد. انت زول اخو عزيز وانت عارف واحد من الناس. انا محمد العربي ده عندي اختلاف مع شيخ انس من زمن بيبي وزمن ابو رهف، تتذكر الكلام ده صح ولا انا غلطان؟ وصار رسيخوي تتذكر الحاجه دي، لكن اقسم بالله اللي احنا كلامنا بنقوله عديل في وش الناس. تمام. الان انت اذا مختلف مع شيخ انس اختلاف غير اختلافك في بيبي فده شيء والله يخصكم ويرجع لكم، لكن اذا مختلف مع شيخ انس في بيبي انا بقول عليك يا البيت السعيد انت غلطان، ويجب ان تنضم مع شيخ انس وتحارب الاساءه اللي بيقدمها بيبي للقادات وسبوا للدين للقادات. فهمت كلامي؟ وتتكلم في منصتك دي وتتكلم بانه بيبي اسلوبه اسلوب سيء جدا جدا، والخط الماشي فيه والان بيبي خط بتاع بيبي ذاته محترف واعتذر. بيبي ما قال لا خلينا من نحتذر اللي احنا بيبي ده اعتذاره عارفينه. بيبي ده ما بيطلع بيجي بيقول لك نصر الله وشعبنا المسلحه وتيت البرهان. الليله كان عنده لايف بسي فيه للبرهان يا اللي احنا اختلافاتنا في الميديا دي كلها كانت عن منه؟ عن برهان وعن قاداتنا اللي في الجيش، ما قاعدين نقبل فيهم.
لا قبلنا اول زول انتهكناه في الميديا دي انتهكنا خالد ابو رهف لدرجه انه الصلح تم في منصتك دي. صح ولا انا غلطان؟ انا اللي كنت داقي بيه لايف كويس معك وانت في منصتك دي وذاته وصل داقي بيه لايف كويس. اعمل ميوت يا ابو رماح. ايوه كويس معك. والانصراف ذاته دقينا بيه لايف لما جا شيخ انس ده فوق ونبذنا وتشاكل معانا وما خلى لنا قبل ما نقبل عليه وقال دايرين نشتهر ودايرين الميديا وبعيدنا خلينا الميديا وجينا شفنا وسخ الميديا زاد زياده. بعيدنا عديل من الميديا دي خليناها جينا لقينا وسخ الميديا ده زاد زياده. فهمت كلامي؟ برهان ده حق ابوي وحق امي وحق جدي وحق الجاب اهلي كلهم. برهان ده ارجل منه هسه حاليا كده ما في. فما تجي تقارنوا لنا برهان ببيبي ولا تجي تقارنوا لنا بواحد صعلوك اسمه بيبي قاعد يسب وينعل في الغادات ويسب في الدين. ما تقارنوا لنا ده بده. كويس معك؟ الشيء الثاني والشيء المهم الناس اللي بتطبل لبيبي الغطيع انا بسميهم الغطيع ده الغطيع ده الغطيع بيبي. كويس معك؟ بيبي قال يمين يمين قال شمال شمال كلهم راقدين له رز كلهم غطيع بتاع بيبي. فهمت كلامي؟ اما اذا عندك خلاف مع شيخ انس يا البيت السعيد في شيء ثاني والله ده شيء بخصكم. اما نمرق النصيحه الان شيخ انس في المنصه هنا غلط عليك ما نكذب كونه يوصفك بالباطل ده غلط اللي احنا بنوجهه لشيخ انس. يعتذر ما يعتذر دي حاجه بتخصه هو تمام. لكن بيبي لازم يتربى زي ما غيره يتربى في الميديا دي. زي ما انتقدنا غيره لازم بيبي ينتقد. بيبي يطلع شنو زول الخرا ده؟ يطلع شنو؟ زول كلام ما بيعرف يتكلم. كلام ما بيعرف يتكلم. فاذا خلافك مع شيخ انس في بيبي البيت السعيد انا بقول لك في الجزئيه دي انت غلطان. اما اذا انت عندك اي خلاف ثاني مع شيخ انس في محمد العربي قال لك زول عنصري شنو؟ هو بيبي العنصريه ذاته. هو بيبي العنصريه ذاته. بيبي ده يطلع شنو؟ ده ما كنا ده اللي احنا كنا عاملين حسابه انه يا اخي والله زول شمالي ما يطلع يتكلم في بيبي. زول اللي احنا بنتكلم في بيبي وتكلمنا في ابو رهف ده اللي هو منا الشمال ده ذاته. منا الشمال اتكلمنا فيه واتكلمنا في الانصراف اللي ما معروف ذاته مره ولا راجل. ما في زول ما تكلمنا فيه. اي زول قدم اساءه للقائد الاعلى اي زول قدم اساءه للجيش السوداني قال احنا الجيش ده فوق الكل. لا تقول لي انصرافي لا بيت سعيد لا محمد عربي لا بيبي لا شيطان رجيم لا زول عنده منصه فيها 200 مليون لا في زول عنده منصه فيها 40 مليون. فهمتوا كلامي؟ الجيش ده فوق الكل. الجيش ده فوق الكل. العاجبه عاجبه والما عاجبه ديك النقعه وذاك الميدان ينزل ويبقى راجل. بيبي ده انا وجهت له رساله وعملت له فيديو عديد قلت له ابقى راجل انزل السودان وسي اساءتك للجيش وسي اساءتك لبرهان. اقسم بالله يترمي في اوسخ حراسه ويتبلى بالقانون. والله نبقي زي البت. والله يبقى زي اخته. بلا بيبي بلا خرا يا زول بلا قطع بيبي. كلكم شماشه صعاليق ما عندكم اي موضوع. شكرا لتاحت الفرصه البيت السعيد وده كان توضيحي دار اوضح لك الجزئيه دي. الله يخليك يا محمد العربي. انت عارف انا دايما مكانتك عندي فوق يا ولد العربي وانت عارف المحبه اللي بيناتنا. ربنا عز وجل يديك الصحه والعافيه وكله بيتعدل ان شاء الله. ربنا الله يديمها الله يديمها يعني انا تسلم. في حاجات كده ندي الناس فرصه وبعدين نتناقش ما في مشكله. حيكون نقاش طويل ان شاء الله. ابشر ما في مشكله. الله يديك العافيه. تحيه لك يا حبيبنا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أول حاجة تحية لك أخونا عز الدين الرجل المحترم والتحية لضيوفك الكرام والتحية للشرفاء من الكومنتات تحت. أول حاجة والله نحن نرفض الإساءة اللي قدمها لك أنس. يعني نحن كلنا سمعنا هذا الكلام والله مرفوض جملة وتفصيلا. بعدين يا أخوانا أنا والله بتكلم بصراحة. انتوا كلمة الشيخ دي ما اي زول شابكنه شيخ يا عز الدين. الشيخة دي ذات شنو هي؟ الشيخة دي الدين ده سلوك والدين اخلاق. ما اي زول حفظ له حديثين شابكنه شيخ. ما اي زول بيقولوا له شيخ يا اخوانا. الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. بعدين انت منو انس عشان تقول انا عز الدين يطلع بيتنا؟ منو انت ذاتك؟ انت منو ذاتك عشان تقول انا عز الدين يطلع بيترين؟ عز الدين انا والله مما عرفته في التيك توك ده في المنصه رجل محترم ومنصه هادفه ومنصه محترمه جدا.
والله ما نعلم عنه الا الخير. هو اخونا عز الدين اللي قدامكم ده، وانا ما بطبل لعز الدين ولا بطبل للرجال، لكن دي كلمه حق تقال. انت منو عشان تقول والله يا اخي؟ شوف التكبر يا اخي. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. انت بتتكبر لشنو؟ منو انت ذاتك عشان تقول انا ده تطلع بيت ترند انت؟ وبعدين الزول لو شيخ ما بيكتب نفسه انه شيخ. انا هسه الليله لو باهر ده شيخ ولا بدي الناس نصايح ولا بديهم يعني محاضرات ولا بطلع بنصح الناس ولا برشد الناس، ما بقول انا شيخ. الشيخ دي الناس يتكلموا عليك، يثنوا عليك الناس، يقول والله شيخ عز الدين، شيخ محمد، شيخ كذا، لكن انت ما بتكتب بتزكي نفسك انت على الله سبحانه وتعالى. انت ما بتكتب نفسك انت، ده الرياء هنا ذاته. يعني انا شيخ ما بكتب نفسي شيخ، في صفحتي انا كاتب شيخ، ليه ما اكتب باهر بس؟ انا شيخ دي انا داير ازكي للناس، اعرف نفسي، اميز نفسي من الناس، اقول انا شيخ. الكلام ده كله غلط، الكلام ده غلط. عشان كده يا اخوي، عشان كده ما اي زول يا عز الدين طلع معاك في المنصه المحترم يحترم، وقالوا لسانك حصانك، اذا صنته صانك واذا هنته هانك. ده المثل الدارج البسيط كده، بس لسانك ده تحفظه. لسانك لا تذكر به عورات امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. علينا الناس شابكينه شيخ انس شيخ انس شيخ انس، وسلوكياته والله انا حضرت له لايفات كثيره، سلوكياته والله زي الطين ده، زي التراب ده. الدين ده اخلاق، الدين ده سلوك. النبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، اللي هي اصلا موجوده في الانسان. والانسان مهما كان ما يتكبر على الناس وما يتعالى.